عاجل. بيتكوفيتش يشعل سباق المونديال. جولة أوروبية نارية لحسم قائمة مارس ومفاجآت ثقيلة قادمة. هل أنتم مستعدون لما هو قادم؟ المنتخب الجزائري لا يتحرك بل يحضر لانفجار كبير. وفي صمت تام المدرب فلاديمير بيتكوفيتش يبدأ أخطر مرحلة منذ توليه قيادة الخضر، مرحلة تحديد ملامح مونديال 2026. نعم، قائمة مارس ليست قائمة عادية، ليست مباراة ودية، وليست تجربة عابرة، إنها البروفا الحقيقية لمونديال أمريكا الشمالية. رحلة تحديد المصير بدأت. بيتكوفيتش شد الرحال إلى أوروبا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا. ليست رحلة مجاملة، وليست زيارة بروتوكولية، إنها جولة معاينة دقيقة، هدفها واحد: من يستحق حمل قميص الجزائر في المونديال، ومن لا مكان له في المشروع الجديد. المدرب يريد أن يرى اللاعبين بأم عينه، يريد قياس الجاهزية البدنية، يريد اختبار العقلية، يريد التأكد من الروح القتالية. في مشروع بيتكوفيتش الموهبة وحدها لا تكفي، الاسم الكبير لا يحمي أحدا، والقميص ينتزع انتزاعا لا يمنح هدية. المنافسة اشتعلت، ولا صوت يعلو فوق شعار أثبت نفسك. داخل بيت الاتحادية الملفات ثقيلة، تقارير بدنية، أرقام دقيقة، تقييمات نفسية، وكل لاعب تحت المجهر. الجماهير تتساءل: هل سنرى أسماء جديدة في تربص مارس؟ هل ستفتح الأبواب أمام مواهب شابة تتألق في أوروبا؟ هناك حديث متزايد عن عناصر شابة تخطف الأنظار في الدوريات الكبرى. سرعة، جرأة، شخصية قوية. بيتكوفيتش يبحث عن العصافير النادرة، لاعب يغير إيقاع مباراة في لحظة، لاعب لا يخاف من مواجهة الكبار، لاعب يعيش الضغط ولا يهرب منه. وحتى مركز حراسة المرمى ليس محسوما، المنافسة هناك مشتعلة، وكل حارس يعرف أن خطأ واحدا قد يبعده عن حلم العمر. المجموعة العاشرة والتحدي التاريخي. تذكروا جيدا، نحن في المجموعة العاشرة، ومواجهة بطل العالم الأرجنتين في مدينة ميزوري لن تكون مباراة عادية، إنها اختبار شخصية، اختبار شجاعة، اختبار مشروع كامل. مدرسة التانجو لا ترحم، والكرة الحديثة تحسم بالتفاصيل الصغيرة. بيتكوفيتش يدرك أن قائمة مارس يجب أن تبنى بعقلية مواجهة الأبطال، وليس فقط تحقيق نتائج مؤقتة. هل نملك لاعبين قادرين على مجاراة نسق الأرجنتين؟ هل نملك الانضباط التكتيكي لمقارعة مدارس أوروبية قوية مثل النمسا؟ التربص القادم سيعطينا أول إجابة: ثورة صامتة أم إعادة هيكلة ذكية؟ هناك شعور واضح أن المدرب لا يريد مجرد مشاركة مشرفة، الطموح هذه المرة بلا سقف. قد نشهد أسماء كبيرة خارج الحسابات، وقد نشهد وجوها جديدة تدخل التاريخ من أوسع أبوابه. الثورة لا تعني الهدم، بل تعني إعادة البناء على أسس صلبة. الانضباط، السرعة، التحول السريع، اللعب الجماعي، هذه هي مفاتيح بيتكوفيتش. والرسالة واضحة لكل لاعب: مونديال 2026 يبدأ الآن وليس بعد سنة. الجمهور الجزائري لا يرضى إلا بالقمة. محاربو الصحراء يستمدون قوتهم من أصواتكم، من دعمكم، من ثقتكم. اليوم الكرة ليست فقط في أقدام اللاعبين، بل في قلوب الملايين. أخبروني في التعليقات، من هو اللاعب الذي يجب أن يتواجد في قائمة مارس مهما كان الثمن؟ ومن تتوقعون أن يكون مفاجأة المونديال؟ هل نحن أمام جيل يصنع مجدا جديدا، أم أمام غربلة تاريخية تعيد الهيبة للخضر؟ إذا أعجبكم هذا التحليل، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتكونوا أول من يعرف قائمة المنتخب الرسمية فور صدورها. كان معكم تحيا الجزائر، والقادم أعظم بإذن الله.